بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كامل بخير. ثم تشوفوا في هذا الفيديو راح ندير معاكم قنيدلات بالشوكولا والكراميل، يجيو بزاف هايلين. نفوتوا مع بعض للمقادير. نحتاج فيهم 2 مغارف كبار تاع سكر جلاسي، نحتاج رشة فقط تاع خميرة كيميائية، ونحتاج 125 غرام تاع زبدة، واي ما يعادل 2 مغارف كبار يكونوا معمرين مليح. واللي ما تقدرش تقيسهم، الباطة الكبيرة تاع الزبدة تاع 500 غرام تقسمها على 4، ولا إذا عندها الباطة الصغيرة تاع 250 تقسمها على 2. عندي صفار بيضة و2 مغارف كبار تاع الزيت والفارينة باش نلم بها. في غيسيبيون حطيت صفار البيض، راح نضيف معاه الزيت 2 مغارف كبار تاع زيت، وراح نضيف معاهم زبدة وسكر جلاسي. ما تنسوش البنات خليو لي جيم لا فيديو وخليو لي كومنتير. راح نضيف عليهم سكر جلاسي راح نغربلوه باش ما يديرش هذوك الحبيبات صغار، راح يتنحاو كامل بعد ما نغربلوه. من بعد راح نجيب الباتر وراح نخلطهم جيدا مع بعض حتى نتحصل على كريمة. اللي ما تحبش تخلط بالباتر تخلط بالفوي وتخلط جيدا حتى يذوب كامل هذاك السكر ويتجانسوا كامل هذه المكونات مع بعضهم. هذه الكمية تاع الزبدة اللي درتها تخرج حوالي 20 حبة تاع قنيدلات. من بعد راح نحبس الباطر ونجيب الفارينة وراح نبدأ نضيف فيها غير تدريجيا فقط. كل مرة نضيف ونلم العجينة غير بأطراف الأصابع. راح نضيف رشة فقط ولا كيما نقولوا قرصة تاع خميرة كيميائية، ما نكثروش، ونبدأ نلم في العجينة غير بأطراف الأصابع فقط، ما نعجنهاش. اللي تحب تضاعف المقادير تضاعفهم. راح نكمل لمهم حتى نتحصل على عجينة تكون طرية وما تتلصقش في اليد، والعجينة نلمها غير بأطراف الأصابع فقط، ما نعجنهاش. هاي لكم البنات العجينة اللي تحصلت عليها، عجينة كما قلت لكم طرية وما تلصقش في اليد. راح نغطيها بكيس بلاستيكي ونبدأ نجيب ليمون تاعي راح نحط فيهم، راح نخدم فيهم، وراح نخدم غير بشوية. راح نحط كمية تاع العجينة في هذا الليمون ونبدأ نضغط جيدا على الأطراف باش من بعد يديو الشكل تاع المول من برا. من بعد هذاك الزايد راح نحيه بالموس، والعجينة اللي بقات في الغيسيبيون لازم نغطيها باش ما تنشفش. من بعد على الحواشي راح نعدلهم غير بصبعي فقط بعد ما نحي الزايد بالموس. راح نزيد ندير معاكم واحدة اخرى كما قلت لكم، نحط كمية، حطيت كمية تاع العجينة في هذا المول وراح نضغط عليها باطراف الاصابع. راح نحاول اني نعدلها غير بصباعي برك ونضغط على الحاشية باش تهز نفس الشكل تاع المول، ونعدل غير بصباعي برك الحاشية من الفوق. كملت كامل الكمية اللي عندي حطيتها في بلاطو. من بعد جبت موس راح نثقب كامل القاعدة، عفوا البنات. من بعد ندخلهم للكونجيلاتور نخليهم حوالي 10 دقائق. بعد ما ما تفوت عليهم 10 دقائق خرجتهم من الكونجيلاتور ودخلتهم مباشرة للفرن يطيبوا على 160 درجة. بعد ما داو تحميرة خفيفة خلاص على الحاشية، نشوفهم يعني تشوفوهم يعني على الحاشية باللي داو تحميرة خفيفة، راح نطفي عليهم ونخرجهم كما راكم تشوفوا فيهم. خليتهم حتى بردوا تماما وديموليتهم، راح يديمولاو معاكم فاسيلمون بعد ما يبردوا.
من بعد جبت كراميل، مع الاول حطيتها في هذا لابوش، من بعد ما ساعدتنيش في الخدمه وليت جبت مغرف. هذا الكراميل خدمتها في الدار، درت معكم الوصفه تاعها من قبل. من بعد جبت زوز مغارف صغار وبقيه نخدم هكا، ساعدتني كثر خير من لابوش. راح نحط في كامل القاعده تاعهم، نحط كميه لاباس بها، يجيو بزاف هايلين هكا بالكراميل والكاناج والشوكولا، يجيو ملاح بزاف. خلاص بعد ما نكمل كامل ندير لهم في القاعده، جبت 100 غرام تاع كريم فريش، راح نحطها فوق النار حتى توصل لدرجه الغليان. من بعد جبت 100 غرام تاع شوكولا، اذا البنات وراح نضيف لا كريم فريش بعد ما غلات، راح نضيف على الشوكولا. اذا درتوا نفس الكميه اللي درتها ديروا فقط يعني اذا درتوا غير 125 غرام تاع زبده، ديروا فقط 50 غرام تاع كريم فريش و50 غرام تاع شوكولا. انا درت 100 غرام ومن بعد كيما خدمت فضلت لي، يعني درت غير نص، استخدمت غير نص الكمية فقط. راح نخلطهم جيدا. انا بدلت لها الصحنة لخاطر الصحنة هذه صغيرة وما ساعدتنيش كما كنت قاعدة نحرك فيها. لازم نخلطهم جيدا حتى تذوب كامل هذيك الشوكولا. من بعد راح نضيف عليها مغرفة صغيرة تاع قهوة، راح نضيفها تكون مملوءة بالزبدة، راح نضيفها عليها ونكمل نخلطهم جيدا حتى تذوب كامل هذيك الزبدة وتزيد تذوب كامل هذيك الشوكولا. من بعد جبت مغرف كما راكم تشوفوا، وراح نمسح لها القاعدة تاعها غير بلا سباتول باش ما تبقاش دكتور برك، وراح نبدا نعمر في هذا القنيدلات، نعمرهم من الفوق. هكا الخدمة بالمغرف ساعدتني بزاف خير من ما نحط القناش نحطه في بوش. راح ندير لهم كامل، وكل مرة القاعدة تاع المغرف نمسحها باش ما تبقاش تقطر. هم ليكم البنات بعد ما كملتهم، نتمنى انه الوصفة تاعي لنهار اليوم تكون عجبتكم، وتخليو لي رايكم في لي كومونتير، وما تنساوش البنات خليو لي جيم لا فيديو، واللي مش مشتركة في قناتي تدعمني بالاشتراك. درك ما عليا غير نقولكم تهلاو في رواحكم، وفي فيديو اخر ان شاء الله.